السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه وايه الاخبار؟ النهارده انا جاي احل مشكله اللي هي بتواجه نص الشعب المصري، انه النت بيفصل بدون سبب، وممكن يبقى شغال وفجاه يبقى بطيء وبعدين يبقى يرجع يبقى سريع شويه، او مثلا انت لازم تعمل ريستارت للراوتر عشان يبقى النت يقعد ساعتين ثلاثه مثلا ما يفصلش وكده. بس عامه بشكل عام انت كده معكش حل جذري للمشكله دي. فالنهارده ان شاء الله هنحل المشكله دي مع بعض. وعلى فكره الموضوع سهل جدا، مش محتاج ان انت تبقى عبقري ولا حاجه. بس قبل ما نعرف ايه هو حل المشكله لازم الاول نعرف ايه هو السبب. فهستأذنك تكمل معايا الفيديو للاخر عشان اخدك في رحله بسيطه كده لحل المشكله دي. اول حاجه واهم حاجه لازم نعرفها هو اصلا النت ده واصل لنا لحد البيت ازاي. طبعا في جزء احنا ملناش دعوه بيه، وفي جزء احنا اللي نقدر نتحكم فيه. الجزء اللي ملناش دعوه بيه طبعا هو السنترال والكابلات والبنيه التحتيه والقصص دي كلها. احنا اول تحكمنا هيبقى من بدايه البوكس بتاع التليفونات، اللي هو البوكس ده اللي ممكن تلاقيه متعلق على العماره عندك او جوه العماره، او مثلا متعلق على ظهر البيت او عند البيت اللي جنبكم، ايا كان. المهم هو بوكس بيبقى في الشارع كده، وبرضه هحط لكم صورته. كل الحكايه ان البوكس ده طالع منه كابل، والكابل ده كابل تليفون طالع لحد البيت عندك. مثلا ممكن يمشي مسافة 30 أو 35 متر لحد 50 متر عادي. وبعد كده الفني بتاع التليفونات بيعمل لك لحام كده صغير عشان يبقى يحط فيه الكليبس، يعني زي ما بنسميه بالبلدي كده، أو الار جي 11 اللي هو رقم الار جي بتاع سلك التليفونات. وبعد كده بيوصله في ظهر الراوتر عندك في المكان بتاع التليفون ويشتغل. لحد هنا احنا تمام. بتبتدي بعد الخطوات دي طبعا ان انت تشغل الراوتر بتاعك وتكتب فيه اليوزر والباسورد لو هو راوتر قديم، ولو هو راوتر جديد اوتوماتيك هياخد اليوزر والباسورد من خلال الكيبل ويشتغل على طول. هي دي نفس الخطوات اللي انت المفروض تعملها علشان تحل مشكلة ان النت بيفصل كل شوية من جذورها، تنهي المشكلة دي خالص. يعني من الآخر كأنك بتوصل النت من أول وجديد زي أول يوم بالظبط لما ما كانش بيفصل ولا في أي مشاكل خالص. كل اللي عليك تعمله هو إن أنت هتتصل بخدمة العملاء وتقول لهم إن الحرارة فاصلة خالص في التليفون ومفيش حرارة خالص. حتى لو الحرارة موجودة مفيش أي مشاكل. الهدف من المكالمة دي ان هو يبعت لك الفني. اول بقى ما الفني يجي لك هيكلمك وكده، وتنزل تقابله عند البوكس اللي انت تابع ليه يعني بتاع التليفون، وهتبتدي توصل معاه. يا ريت ان انت تجدد الكابل بتاعك لو الكابل عدى عليه سنتين او ثلاثة او اكتر يعني، لان الكابلات بتقدم من الشمس ومن عوامل الطريق. وطبعا احنا ما شاء الله البنية التحتية عندنا يعني مش هنتكلم كتير. البوكسات بتاعت التليفونات في الشارع وكده طبعا معرضة للمطر، لكل حاجة عيل صغير يعمل عليها اي حاجة صباح الفل. فعامة هي دي المشكلة. فلو انت كابل التليفون بتاعك عدى عليه سنتين او ثلاثة او اكتر، يا ريت ان انت تغيره. تاني حاجة بعد ما تتأكد انت والفني ان الكابل عندك تمام جدا والحرارة بتاعته تمام جدا وواصل، مفيش اي مشكلة، مفيش اي قطع، مفيش اي حتة كده مثلا متعرية او حاجة او في اي صدى او حاجة زي كده، يبقى احنا كده خلصنا من القصه بتاعه الكابل. تاخد الفني معاك وتطلع على البيت، وهتتاكد او مثلا ممكن تخليه يجدد لك اللحام بتاع الكليبس الار جي 11 اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيوصل في ظهر الراوتر على طول، واللي بيوصل ما بين الكابل بتاع التليفون اللي جايلك من البوكس. ويعني هو لحامه صغيره كده، هو يعني خليه يجدد لك عليها اللحام، لانه طبعا بيبقى لازقه كده بالبلدي وخلاص. هو المفروض يبقى معاه قراجه ويقرج لك الار جي جوه الكابل اللي جاي من البوكس دايركت، وده بيفرق كتير الصراحه. بس ما اعرفش ليه هم بيستسهلوا ويعملها لك كده بشكرتون. المهم ان هو خليه يجدد لك اللحام ده، وبعد كده يوصل في الراوتر، وبعد كده هو هيمشي وانت تعمل ريست للراوتر وتبتدي من الصفر عادي جدا، وتاخد اليوزر والباسورد بتوعك وتدخلهم. والمفروض ان المشكله تبقى اتحلت معاك تمام و100%. ولو ما اتحلتش هيبقى في سبب واحد بس هو اللي عامل لك المشكله. اكيد الراوتر بتاعك ده قديم، او مثلا السوفت وير بتاعه عايز ابديت، او مثلا عدى عليه 5 6 سنين، او يعني قدم. يعني لازم 100% المشكله هتبقى في الراوتر. خلي بالك انا عارف ان انت ممكن تفكر تقول انه ازاي انا بقول لك ان ده حل، هو ده اصلا مش حل، هو ده الخطوات اللي انت عملتها في اول يوم اشتركت فيه، يعني كانك بدات من جديد. فانا بقول لك عادي جدا لو انت مش عارف السبب الرئيسي اللي مخلي النت عندك يفصل، فطب ايه رايك ما تبتدي من جديد. فالحل ده يعني انا عن نفسي بعمله مثلا كل سنتين او كل 3 سنين مره، لان الموضوع ده بيحصل معايا والنت بيقعد يفصل. ومع ان انا يعني عندي خبره كبيره جدا في موضوع الراوتر والكونفيجريشن والحاجات دي كلها، بس برضه بقع في نفس المشكله وبرضه ما بعرفش السبب، فببتدي من جديد. وجربت ال يعني حل المشكله اللي انا بقوله ده في كذا موقف، وبجد هو ده الحل اللي كان بينفع دايما. ان هو يجدد لي الكابل من البوكس، او يجدد لي اللحام بتاعه، او اعمل ريست. كل التفاصيل دي
هي اللي انت المفروض تعملها لما ما تكونش عارف السبب، وغالبا هتلاقيها بتحصل معاك كل سنة ونص، كل سنتين مرة، او يعني في الرينج ده يعني. فالموضوع عايز بس منك شوية نشاط كده، ان انت تصحى الصبح تقابل الراجل بتاع الخدمة ده وتتعامل معاه وتعمل الحوار ده، وهتلاقي نفسك بدأت من جديد ومشكلتك اتحلت. لو انت وصلت للجزء ده من الفيديو يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة، علشان هتلاقي عندي كل الحلول اللي انت بتدور عليها الخاصة بالانترنت وبالكمبيوتر، وفي معظم المواضيع اللي انت مش عارف تلاقي لها حل. تعالى دلوقتي بقى اقولك ايه اسباب المشكلة اللي احنا اتكلمنا عليها في اول فيديو بتاعة انقطاع الانترنت، الاسباب المتوقعة او اللي دايما بتحصل، وعشان كده انا بقولك انت مش هتعرف تكتشفها، فبالتالي لازم تبتدي من الصفر. الاسباب دي بتكون عامة ان انت مثلا عندك حرارة في التليفون عادي جدا، والكابلات كلها متوصله مفيش اي مشكله، فانت اول ما بترستر الراوتر بيشتغل عادي جدا، بعد ساعتين ثلاثه بيرجع يفصل. فده معناه ان ممكن يكون الكابل اللي في البوكس اللي هو موصل لك تليفون، يعني الكابل ده ممكن يكون مثلا، يعني الرجول اللي واصله منه في البوكس متآكله او مصديه او مثلا ملمسه، فبالتالي بيحصل عليها تشويش في اوقات معينه. فممكن بالفعل تكون الحراره واصله في التليفون عندك تمام مفيش اي مشكله، ولمبه الدي اس ال منوره، بس بتفصل كل مثلا ساعتين مره بسبب ان في تشويش على الخط. تشويش ده ليه؟ لان الخطوط دي بتوصل في مشط كده، يعني يعتبر زي بنات كده، كل بنايه فيها خط تليفون. فانت ممكن تكون مثلا البوكسة دي موصلة لعمارة كاملة، فالعمارة مثلا عبارة عن 10 أدوار، كل دور فيه شقتين، يعني في 20 خط تليفون واصل بنفس الطريقة. وطبعا يعني يؤسفني أقول لك إن أنت طبعا زي ما أنت شايف البوكسات اللي واصلة في الشارع بتاعة التليفونات والكباين أصلا معظمها هتلاقيه مفتوح ومعرض للمطر وعوامل الجو وكل حاجة. فما بالك ده الشركة مركبة كده، فما بالك بالفني اللي بيركب الكابلات كده لحام اي كلام كده وشويه شيكرتون وخلاص. فاكيد آه، متوقع جدا ان اللحام ما يكونش مظبوط، ومتوقع جدا كل الحاجات دي. فبالتالي انت لما بتتصل بخدمه العملاء مثلا بيقول لك يا فندم هنعمل كونفيجريشن او ريست للراوتر، او بص اعمل ريستارت، او مش عارف هعمل خطوات تنشيطيه وحاجات زي كده. يعني انا مش فاهم يعني ايه خطوه تنشيطيه اصلا، يعني انت بتعمل ريستارت للراوتر بتاعي من عندك اونلاين يعني. مش فاهم انا يعني الحلول بتاعتهم الى حد ما مش منطقية او مش ايجابية، ما ملهاش فايدة. فبالتالي انت حاجة زي ان السلك ملمس او انه مقطوع او انه يعني عليه تشويش او نويز او الكلام ده كله، انت دي حاجة مش هتقدر تكتشفها. بالطبع انت ممكن تكتشف كده من خلال صفحة الراوتر اول ما تعمل ريستارت، وبعدين تدخل على صفحة او التاب بتاعت الانترنت وتشوف النويز مارجن والحاجات دي. بس انت لو مش فاهم قوي في الحوارات دي، واكيد انت مش هتكون فاهم قوي في الحوارات دي، فبالتالي انت مش هتعرف تحدد هو عليه نويز او لا. وممكن يبقى عليه نويز دلوقتي، بس لما يحصل مثلا يبقى كل الناس قاعدة على الانترنت في العمارة في نفس الوقت، مثلا سيف ساعات الذروة او حاجات زي كده، فهتلاقي بيحصل نويز او يعني بص، انت مش هتعرف تحدد السبب. صدقني انا نفسي الاسباب دي بعرفش احددها، ولذلك بقول لك كل سنه مثلا او كل سنه ونص بتحصل معايا حوار ان انا مش عارف سبب المشكله، فبالتالي ببتدي اعمل نفس الخطوات اللي قلت لك عليها دي. انا كده وصلت لنهايه الفيديو، فاتمنى ان انت لو استفدت من الفيديو تعملي لايك واشتراك في القناه عشان اقدر استمر. ويا ريت لو عندك اي سؤال او اقتراح تسيبه في الكومنتات، وانا برد على كل الكومنتات. وفي النهايه انا بعبر عن وجهه نظري الشخصيه وتجاربي الشخصيه وخبرتي، ولو انت عندك اي خبره او اي تجربه حابب تضيفها لي يا ريت تحكيها لنا في الكومنتس عشان كل الناس تستفيد. وشكرا، سلام.